السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تحية الإسلام لا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كالعادة الثانية من وقتكم ونصلي على الهادي المختار، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تخيل انت واهلك عايشين في داركم وفجأة يطلع ثم شكون عايش معاكم ولا عمركم شفتوه ولا واحد من عائلتكم في باله بانه هو ياكل ويشرب معاكم ولا واحد فيكم شافه، والصدمة الكبرى انه انس ماهوش جن. اكيد راكم قلتوا فاش قاعدة تقول هذه، اكيد راهي تخلوض، لكن كنت كيفكم ما صدقتش. لكن القصة هذه منتشرة الأيامات اللي فاتت، وقت اللي شفتها وسمعتها وشفت تحقيق الشرطة وشهادة العباد اللي حياتهم اتدمرت وصارت لهم مصايب. خليكم معايا باش تعرفوا أصل الحكاية شنو. القصة صارت في مدينة بنغازي في ليبيا. الحكاية قديمة عندها 20 عام التالي، ولكن تخيلوا ان هما اكتشفوها عندهم جمعتين التالي. بداية القصة لشخص اسمه أحمد مسعود، معروف انه راقي شرعي، والراجل هذا مشهور والناس الكل عندهم فيه ثقة. اللي عنده سحر، اللي عنده مس، اللي عنده تعطيلات في الزواج، واللي عنده مشاكل، الناس الكل تمشيله وتشهر على هذا الأساس اللي هو راقي شرعي ويرقي في الناس بالقرآن الكريم. لكن للأسف طلعت كذبة، لأنه طلع ساحر ومشعوذ يدخل لديار الناس يقلب لهم حياتهم سفيهة لعليها. الراجل هذا كان يستعين بالجن والشياطين ويستعمل في السحر الأسود. وكيف تعرف أنه راقي شرعي؟ الناس صدقوه لأنه قال لهم اللي هو يعالج بالقرآن، والناس كانوا يدخلوه لديارهم على أساس باش يعمل لهم رقية شرعية، لكنه كان يعمل في عكس هذا. كان يدخل لديار العباد يسحرهم، وكان وحده اللي يعمل في عمايله الشيطانية هذه. لكنه قال علاش قاعد نخدم وحدي، خليني نعلم خويا إبراهيم. وبالفعل مشاله وقال له تحبش نخدمك معايا ونغرقك بالفلوس. خوه وافق، والأخوات الزوز ولاو سحرة. يقول القايل شنو فايدته كيف يسحر ناس ما يعرفهمش، وشنو مربوحه منهم. الشخص هذا قلت لكم ولا معروف، والناس الكل تجيه من كل بلاصة، واللي يجيه عنده مس ولا سحر كيف يمشي يداويه هو اللي يعمل له السحر، ويتعامل بالجن والشياطين والعياذ بالله، ويعمل لهم سحر الطاعة، والضحية المسكين يولي كيف اللعب بين يديه. هو اللي درته أنا هو عبارة عن سحر محبة وطاعة وعقد لسان وحجب بالكامل. عمل لهم سحر طاعة اللي هو يعني الإنسان كي يسحره يولي يسمع كلامه، والتحكم زاد كيف يحكم فيه وكي يبدأ عنده فلوس الشخص هذاك طول يعطيه له اللي هو. والسحر الحجب اللي هو نجم الشخص هذاك اللي سحره يعيش معاه في داره وهو ما يشوفوش. الأخوات الزوز اتشهروا وقعدوا 20 عام يحطموا في حياة الناس، وعدد الضحايا اللي حصلوا خيالي، اللي داروا دمرت، اللي ماتوا صغاروا، اللي فلس وماشي، وعدد الضحايا وقاعد يزيد. لكن حصل ما لم يكن في الحسبان، لأنه ثم ناس شكت فيهم، لأنهم حسوا كيف مشاولهم المصايب هابط عليهم. وثم ناس من اللي فاقوا اللي حالتهم ماشية وتدهور، جابوا شيوخة أخرين، والشيوخة كيف سمعوهم وشافوا الطلاسم الموجودة في ديارهم اتصدموا، وقالوا لهم اللي ديارهم مليانة بالسحر. طلاسم المكتوبة على البيت. وقالوا لهم هذا مهمش رقاة شرعيين كما وهموكم، هذم زوز سحرة. من النقطة هذه العباد قدموا شكوى، ووليت برشا شكوات عند وحدة مكافحة السحر في ليبيا. انطلقت وحدة مكافحة السحرة في ليبيا، ما خليوش بلاصة ما لوجوش عليها،
بعد مدة من البحث شدوا أحمد الأخ الأصغر، أما إبراهيم ما لقوش شي. كيف سألوا أحمد على أخوه قال لهم ما نعرفش عليه. أما كيف عطوه ريحة وتعرض للضرب الشديد قال لهم خويا قاعد في بيت عائلة الحاسي في المنطقة الفلانية. قالوا له كيفاش قاعد عندهم، يعني مخبينه علينا احنا؟ قال لهم لا، هو قاعد عندهم لكن هما ما يعرفوش. كيفاش ما يعرفوش؟ قالوا له. قال لهم خويا عامل لهم سحر طاعة ولا واحد منهم ينجم يشوفه. الشرطة طول مشيت ودقوا الباب على دار عائلة الحاسي وقالوا لهم عندكم شخص اسمه إبراهيم رانا نلوجوا عليه متخبي في داركم وراهي المعلومة متأكدين منها. العائلة تصدمت، قالوا لهم لا، فاش تقول ما عنا حتى واحد في العائلة اسمه إبراهيم، أكيد راكم غالطين. الشرطة قالوا لهم سامحونا لكن لازم ندخلوا نلوجوا. العائلة بطبيعة متأكدة اللي ما عندهم حد اسمه إبراهيم، دخلوه وهم مطمئنين. دخلوا وحدة مكافحة السحرة للدار وكانوا جايبين معاهم ناس مختصة في الرقية الشرعية، ودخلوا للبيت يلقاو الساحر قاعد في القاعة وقاعد يبخر ويقول في كلام ماهوش مفهوم. وولاة الأمر في ليبيا الحبيبة تطال السحرة والمشعوذين، جهاز دعم مديريات وحدة مكافحة السحر والشعوذة في منزل عائلة الحاسة. طبعا نحن وكيفاش صارت القصة؟ العائلة هذه بنتها مريضة ما فهموش حالتها، اللي يقول مس اللي يقول سحر. وقتها إبراهيم وأحمد كانوا مشهورين والناس الكل تشكر فيهم. تواصلوا معاهم وقالوا لهم على وضعية بنتهم وجاوا على أساس باش يعملوا رقية شرعية للطفلة. والعائلة هذه عائلة محافظة وملتزمة ولبس عليهم ماديا ودارهم كبيرة. أحمد وإبراهيم شافوا العز والفلوس اللي كانوا عند العائلة هذه، قالوا لازم نعيشوا فترة في الدار هذه. والعائلة هذه سحروهم وفكولهم كل شيء. الخطوة الأولى اللي عملوها سخروا مارد من الجن باش يفقدهم وعيهم. والخطوة الثانية أقنع العائلة إنهم لازم يرقيوا الدار الكل. ولنا الخطة الشيطانية لأنهم كتبوا الطلاسم في الدار الكل وشربوا جماعة الدار الكل السحر. وفي كل زاوية من الدار دقوا مسامر وكل مسمار يدقوه يقولوا في كلام سحر. وقالوا السحر اللي عملوه لهم زيادة عقد اللسان، يعني ما ينجموش يناقشوهم في حد شيء. وسحر المحبة باش يبدأ عندهم يعطيوه له، والطاعة بالطبيعة باش يطيعوهم، وحجب بالكامل. لسانك وربط بيدك حط المسمار ويقول لا تشخص في البيت يا سبحانه ويقول عقدت بالمحبة والطاعة، عقدت بالمحبة والطاعة. طبعا هذا هي طلسم بتاع عقد لسان ومحبة. علي صوتك يا إبراهيم. طبعا هذا هي الطلسم، هذا انت عقد لسان ومحبة وطاعة، طاعة عمياء. أهل البيت بالكامل فعلا سيطرت بالكامل بالطلسم هذا. قلت لكم وأخطر حاجة هي سحر الحجب الكامل، لأنه سحرهم لدرجة أنه ولاو ما يشوفوش كيف يتعدى قدامهم ولا يقعد معاهم، ياكل من ماكلتهم ويهز فلوسهم 9 شهور كاملين وهما لا علاقة ولا شافوه ولا حسوا به. الشرطة هزوه للدار باش يمثل الجريمة اللي عملها. وهو شنو وقت؟ هو اللي درته أنا هو عبارة عن سحر محبة وطاعة وعقد لسان وحجب بالكامل
وجيت درت الطلاسم على الحوش بالكامل على البيبان، وجيت دقيت المسامير في الحوش بالكامل، قرصت معينة بطريقة معينة بحيث إن ما فيش حد يدوي معايا ولا واحد يقول هذا من، وهم كلهم مغيبين. هذا الشيء اللي عمله في العائلة هذه، وثم برشا شهادات من ناس أخرى جبت لكم شوية منهم. وإن شاء الله الحكاية هذه اللي صارت تكون عبرة للناس الكل. ما تدخلوا حد لدياركم، عندكم حاجة تحسوا بضيق ولا حاجة، التجئوا إلى حاجة واحدة، سجادتك، صلاتك إلى رب العالمين. ما تستنجد بحد، ما تستنجد. تحب تعمل رقية، اعمل وحدك رقية شرعية، ارقي روحك وحدك، ما تستنجد بحد. ما عادش ثم امان، كما يقول المثل التونسي، ما تدخل لدارك كان القمح والشعير، حتى الفول يقربع. خليكم مع شهادة من شهادات بعض الناس اللي تحيلوا عليهم الزوز السحرة هذا من الأخوات، ونرجع من بعد معاكم. بيدي بيدك كتبت الاسامي بتاعتنا باليد بتاعي بالحبر بريشه دايره هكي، كتبت الاسامي بتاعتنا في الاربع زوايا في النص في المربعات هذينا، قال لي مش شايفه. اقسم بالله يا جماعه حالتنا تغيرت للاسوء، رزق انحرق قدامي. سمعتوا كما قلت لكم بكري، اللي يدخلوا لديارهم حاشيكم يخليوها لهم. هذا الشخص اللي كان معانا قال رزقي تحرق قدام عيني، يعني دمروا الناس الكل. حسبي الله ونعم الوكيل. كما قلت لكم، اعرفوا شكون تدخلوا لدياركم، واعرفوا مع شكون تحكيوا، ما تعطيوش الثقة في حتى حد. ان شاء الله الحكاية هذه تكون عبرة الناس الكل، وبالاخص نسي اللي نقولها باش نمشي نكتب لولدي ولا نكتب لراجلي ولا نعمل حاجة باش نحي عليا المشاكل. حط في دارك صورة المزمل، صورة البقرة، حل شبابك دارك، ارقي دارك. القرآن هو دواء كل شيء، بصراحة دواء كل شيء القرآن. لوج حل بمشاكلك، مش تجيب راجل إنسان كيفه كيفك ما يعملك شيء. راه ربي هو اللي يعمل. إنسان كيفه كيفك خلق الله، ما عنده باش يفيدك، ما عندوش حتى شيء نجم أنت تحل مشاكل عبد آخر، تمشيله تحلوا مشاكله، ما تنجمش كيما هو ما ينجمش. تحب تعمل حاجة، سجادتك كما قلت لك، صلاتك، توضى، صلي ركعتين واطلب من ربي اللي هو يعاونك. سبح، استغفر، سبحتك في يديك وتسبح. صدقوني الاستغفار يحل برشا مشاكل، برشا بيبان. عن تجربة خاصة قسما بالله، الاستغفار. شد سبحتك اللي تشد به التليفون تتفرج بيه على مسلسل ولا على فيلم، حتى تتفرج مثال، شد سبحتك واستغفر في نفس الوقت، سواء سبحة إلكترونية ولا العادية هذيك، ولا حتى بصوابعك استغفر بصوابعك. لهي روحك بالاستغفار بنية ان ربي يفرج عليك كربك، يهدي لك ولدك. تو قال لك نقول لكم كان في امان الله وحفظه. دمتم في رعاية الرحمن. بسلامة.